معاكم أبانوت خليل فيديو جديد. هنتكلم أكتر عن امتحان القدرات. معانا حد متخصص جدا هيكلمنا عن امتحان القدرات بتفاصيل. اهلا بيك يا ريمون معانا. حابين اكتر تكلمنا عن نفسك الاول، بعد كده اشرح لنا اكتر عن امتحان القدرات. انا ريمون اشرف من كليه فنون جميله قسم الديكور. ممكن يا ريمون تكلمنا اكتر عن امتحان القدرات فنون جميله شكله ايه؟ الامتحان في فنون جميله عباره عن سؤالين اتنين. اول سؤال بيقول لك اللي هو عن التعبير الفني، السؤال الثاني اللي هو التصميم الابتكاري. تمام، انا اول مره اسمع التعبيرين دول، يعني في تعبير فني ده اسم جديد بالنسبه له، تصميم ابتكاري، ايه الفرق بينهم؟ التعبير الفني ده اللي هو واحنا في رابعه ابتدائي زمان كان بيطلب منا في حصه الرسم اللي هو نرسم عن حاجه عن الاهرامات او حاجه عن العيد او حاجه عن حرب اكتوبر. فانا كنا بنعمل فيه، كنا بنرسم الاهرامات وبنرسم ان هو كام شخص، اللي هو اي حاجه بتحقق معايا ان هو حاجه عن الاهرامات او حاجه عن العيد او حاجه عن حرب اكتوبر. زي مثلا حرب اكتوبر ترسم دبابات، عربيات مولعه، جنود، يعني حتى في رسم الجنود بنرسم 3-4 اشخاص. ده هو ده التعبير الفني اللي هو حاجه من خيالك بس انت بتحقق اللي هو المطلوب منك. التصميم الابتكاري ده عباره عن تصميم هو مديهولك في قلب الامتحان. التصميم بيبقى حاجه بسيطه خالص وانت بتحاول تعدل فيه، سواء بتصغره او بتكبره او تقص منه، تاخد منه مثلا ربع او تلت وتجمع منه، تلزقهم في بعض وتجمع منه التصميم بتاعك في مقاس معين هو طالبه في قلب الامتحان، اللي هو 20 في 30 او مثلا 20 في 25، مقاس معين هو بيطلبه منك. وبيطلب منك برضو يا اما تحدد مثلا حاجات معينه بلون، مش عايز تحبر من غير ما تلون، حسب هو يطالب منك وانت بتعمله. التصميم بيبقى حاجه بسيطه خالص ما فيهوش شغل، بيبقى حاجه زي ما بيقولوا كده اللي بيجيب الدرجات في قلب الامتحان. هو السؤال الثاني ده اللي هو التصميم الابتكاري. طب دلوقتي يا ريمون انا عايز ازاي اضمن اعدي الامتحان ده امتحان مهم جدا وهيفرق نفسه في الكليه او لا، ازاي اعديه؟ بتبدا بيه. يعني مثلا السؤال الاولاني ما ينفعش تستخدم فيه المسطره، لو استخدمت فيه المسطره ده ممكن يحسب لك السؤال الاول كله غلط. ليه؟ لان هو الهدف كله من الامتحان اللي هو يشوف خطوطك جريئه ازاي في قلب الورقه. يعني الخط العدل المفروض تجيبه بايدك من غير المسطره، لو الخط جاي معاك مموج ده اللي بيحدد انت شطارتك ايه، خطوطك عامله ازاي في قلب الورقه. اللي وانت بتظلل برده التظليل بتاعك هل بيبقى عامل ازاي، خفيف جدا، تقيل، بتعرف تنسق صح. دي الحاجات الاساسيه اللي هم بيهتموا بيها الدكاتره. في كتير جدا من طلاب ثانوي بيبقوا قلقانين من فكره ان انا مش موهوب، ماليش قوي في الرسم، اعمل ايه عشان اعدي الامتحان وانا مش موهوب اصلا؟ هو طبعا الموهبه ليها عامل اساسي ان انت تجتاز الامتحان، بس مش ده اللي هينجحك بنسبه كبيره. يعني انت لو دخلت بموهبتك بس من غير دراسه ومن غير انك تفهم الامتحان هتعديه ازاي، ده مش سبب كافي انه ينجحك. بمعنى في حاجات معينه في دراسه المفروض تفهمها، يعني ايه منظور، يعني ايه ظل ونور، يعني ايه ان انا اظلل. الحاجات دي كلها لو انت مش فاهمها وانت معتمد بس على الموهبه ده مش هينجحك. يعني لو انت ما عندكش الموهبه بس انت اهتميت ان انت تعلي المهارات بتاعتك وفضلت تفهم يعني ايه الحاجات دي كلها واتمرنت عليها كتير، هتعرف تعدي الامتحان. مش هي الموهبه هي اللي هتخليك تنجحك او لا، هي انت وشطارتك. لو اشتغلت على نفسك ده السبب الوحيد والكافي اللي انت تنجح في قلب الامتحان. طب دلوقتي يا ريمون الامتحان ساعتين ونص بس، وانت الكلام بتقول كلام كتير واساسيات وفاهم كتير، انا اعمل ايه عشان في ساعتين ونص اخلص الامتحان ده كله؟ هو طبعا ان الدكاتره عارفين ان الساعتين ونص دول قلب الامتحان وقت قليل جدا انك تعرف تطلع فيه كل مهاراتك. السؤال الاولاني معروف هو هياخد وقت كبير جدا، مش هيكفيه ساعتين 3، وهم قايلين الامتحان كله السؤالين دول ساعتين ونص. فهو الدكاتره لو بصوا ان انت خطوطك جريئه وخطوطك عاملها صح، مش متلجلج في قلب القلم، يعني مش شرط ان انت الرسمه تخلصها من الاول للاخر كلها وان انت تزعل قوي ان انا ما لحقتش اكمل الرسمه. الدكاتره بتبص على خطوطك، بتهتم قوي ان انت بتظلل ازاي، خطوطك عامله ازاي. ده هو الامتحان الاساسي. فانت اوعى تزعل مثلا لو انت ما لحقتش تكمل التظليل، عملت الاوتلاين كله ما لحقتش تظلل، ده تمام ماشي، بس ما ينفعش تسيب لي الرسمه كلها مش متظلله، على الاقل نصها تبقى متظلل. بالنسبه للسؤال الثاني زي ما قلت لكم ان هو السؤال البسيط اللي بيجيب لك الدرجات في قلب الامتحان. ادوس على السؤال الاولاني وهبدا بالسؤال الثاني، ياخد مثلا حوالي ساعه ونص وهيتبقى معايا ساعه، مش هيكفيني في السؤال الاولاني. احاول اظبط مثلا وقت معين قوي ان السؤال الثاني ما ياخدش مني اكتر من 40 دقيقه، بحيث ان السؤال الاولاني يبقى معايا اكتر من ساعه ونص، الحق افكر في الشكل والحق يعني اشتغل ازاي في الخطوط، اظلل ازاي، احط المجسمات فين، احط البني ادمين، اعرف احدد. عشان السؤال الاولاني اكتر سؤال بياخد وقت في قلب الامتحان، فاحاول احدد ان السؤال الثاني ما ياخدش اكتر من 40 دقيقه. طب ابدا بانهي يا ريمون الاول؟ يعني ايه اللي انا الورقه قدام عيني، ابدا بايه الاول؟ تبدا بايه الاول؟ السؤال الثاني لازم تبدا بيه، قلت لكم بيجمع درجات. السؤال الثاني ده حوالي 30 او 40 درجه من قلب الامتحان كله، فانت بالتالي لو انت ضمنت ال 25 انت ضامن درجه حلوه قوي ان هو انك
النجاح في الامتحان ده يا من 60% 70%، وانت ضمنت اكتر اقل من نص بحاجه بسيطه، بحيث لو ما كملتش السؤال الاولاني كله انت ضمنت درجه عاليه قوي. دلوقتي انا هدخل الامتحان، ادخل بادوات ايه؟ ولا هما بيدوني ادوات وانا مش بعمل حاجه ومش بجيب حاجه معايا؟ لا هو انت في قلب الامتحان هم بيدوك ورقتين اتنين، ورقه اسئله وورقه اجابه. ورقه الاسئله بيبقى فيها طبعا السؤالين زي ما متفقين، وبيديك ورقه اجابه اللي هو ورقه رسم. تدخل بايه معاك؟ انت بتدخل بقلم رصاص ومسطره واستيكه. المسطره تاني هقول ما ينفعش تستخدمها في السؤال الاول، انت جايبها معاك لهدف معين. لو انت عايز تعمل حدود للرسمه، طلب منك مثلا ترسم في 20 في 30، اعمل حدود للرسمه بحيث ما تخطاهاش مش اكتر، بس ما ينفعش ارسمها في قلب السؤال التعبيري الفني، ما ينفعش اعمل بيها الخطوط العدله المستقيمه، ما ينفعش استخدمها خالص، لازم ابينها بايدي. والسؤال الثاني اوقات بحتاج المسطره في السؤال الثاني، ان هو بيطلب مني حاجات عدله ممكن استخدم فيها ورقه كالك في السؤال الثاني بالمناسبه، ممكن بس من غير ما اعرفهم، بحيث انه في الامتحانات اوقات بيرفضوا واوقات لا. وبيطلبوا مننا برده في السؤال الثاني ممكن تلون حاجات اجزاء بسيطه ان امكن، يا لون بالفلوماستر يا خشب على حسب اللي انت عايزه. فانت كده هتاخد معاك في قلب الامتحان قلم رصاص، ستيكه، مسطره، يا قلم فلوماستر يا قلم خشب. طب دلوقتي يا ريم عشان الموضوع واضح بالنسبه لي، انا خلصت خلاص ثانوي، ايه الخطوه اللي اعملها؟ اقعد بقى لحد ما يجي الامتحان واستنى، ولا ابدا اخد خطوات من دلوقتي؟ اول حاجه تعملها بعد الامتحانات ثالثه ثانوي على طول، ما تروحش تجري ان انا احجز امتحان القدرات، لسبب ان انت لو رحت حجزت امتحان القدرات على طول ممكن يجي لك في اول يومين او اول 3 تروح تمتحن، والامتحان احنا عارفين بيبقى لمده حوالي 20 يوم، لنفترض ان هو هيبدا 1/8 وهينتهي 20/8، ممكن يجي لك تروح تمتحن، للاسف مش انت اللي بتحدد هتمتحن انهي يوم، هم اللي بيحددوا لك، ممكن تمتحن اول يوم او ثاني يوم او ثالث يوم بسبب ان انت حجزت بدري، فانت مش هتلحق ان انت تتمرن، مش هتعمل دراسه، مش هتاخد كورس. فانت لو خدت حجزت الكورس الاول، ظبطت نفسك في كل الرسومات، خلاص متاكد ان انا هعرف احل الامتحان واخش وابقى تمام، هروح احجز بقى ساعتها. ودي الخلاصه بتاعت امتحان القدرات واهم المعلومات. لو عندك اي اسئله سيبها في كومنت وريموت نفسه هيرد عليه. شكرا ليكم.